في قانون بيحاكم بتهمة قتل الروح، فانت لازم تتحاكمي لانك قتلتي روحين، روح ود ودفء وحب من اب وابنه. احنا دلوقتي واحنا بنبص على محاكم الاسره ونلاقيها بتأني بالحالات اللي فيها، احنا مش عايزين نعمم ونقول الستات كلها السبب ولا الرجاله السبب، كل مشكله وليها ظروفها. هي روح الانتقام اللي عندك واللي عند اي ست الا ما رحم ربي، اللي انفصلت عن جوزها ومصره تنتقم منه، وللاسف الأداء والوسيلة اللي بتستخدمها للانتقام بتكون الابن أو الأبناء. ولا تنسوا الفضل بينكم. كل الناس اللي في محاكم الأسرة دلوقتي حاولوا ما تدخلوش أولادكم في مشاكلكم، يبقى ما فيش داعي لأولاد تدمروا حياتهم بسبب أفعالكم مع بعض وكرهكم لبعض. هم ملهمش ذنب. انتوا لو مفكرين انكم هتحققوا انتصار بالشكل ده، عايزة أقول لكم ده وهم. والدليل على كده مشكلة أحمد دي، كل شيء اتقلب بعد ما كنتوا بتحاولوا تكرهوا أحمد في والده. الموضوع معاه قلب العكس واتقلب السحر على الساحر.